ممكن نقعد عادي. واحنا قاعدين كده كنا بندردش، يعني احنا من امبارح واحنا بندردش، وانا صدعت عبد الرحمن بصراحه. ويعني كان طول اليوم امبارح احنا سايقين تقريبا 6 ساعات كلهم كنا قاعدين بنرغي. والجميل قوي ان انت تسمع حكايات حتت انت عديت عليها، وهو شافها بمنظر وانت شفتها بمنظر، وانت حصل لك موقف في المكان ده هو حصل له موقف تاني. فانا بس اساله كام سؤال كده. يعني مثلا ايه اكتر الاماكن اللي عجبتك في مصر، او يعني لو هتطلع بالعجله تحب تطلعها تاني يعني؟ بص يا ابو حميد، هو كان جنوب سيناء طبعا على رأس القائمة. جنوب سيناء صراحة أنا لما لفيتها ما لفتهاش كلها، لأن في أو كل الأودية اللي موجودة في جنوب سيناء أنا ما أعرفش عنها حاجة. يعني رغم كل اللف، لأن أنا بمشي على الأسفلت يعني. بدخل مدن رئيسية أو مراكز مش أكتر، بس ما بدخلش طبعا بالعجلة كل الأودية، أو بطلع الجبال، أو يعني ما حصلش يعني. فجنوب سيناء لسه يعني غير مكتشفة ك كجوه كتفاصيل كوديان كجبال. اما بالنسبه للمدن فهي طبعا كلها مدن كويسه جدا. سيوه برضو من الاماكن الجميله جدا. سيوه تقدر تروحها، تقدر تلفها بالعجله تقريبا في 3 4 ساعات. هم 5 مزارات في سيوه تقدر تلفهم. طريقها كان حلو جدا صراحه يعني، بس اخر 100 كيلو كانوا متعبين جدا يعني بالنسبه لي كاول مره. عندك برضو الواحات الخارجه جميله جدا صراحه، من الطرق اللي هي الطريق صعب، طريق صحراوي قاحل، طريق جاف جدا. بس لو طلعت في الشتاء في الفترة ما بين مثلا 11 ل2 هتشوف طريق كويس وهتقضي وقت ظريف يعني. وكنت بتحكي لي ان من اصعب الطرق اللي ممكن الواحد يمشيها كانت او انت مشيتها كان بالنسبه لك اللي هو طريق سيوة. سيوه وحلايب. سيوة وحلايب. ده سيوة كان من بسبب ايه وده كان بسبب ايه؟ يعني مثلا مطالع ولا الهوا سيوة ولا؟ كان الطريق كله مطالع مم. يعني، نادرا لما كان بيبقى فيه منزل في طريق سيوة، ما عدا آخر 7 كيلو في الطريق كلهم منازل يعني. كان طريق صعب جدا. هي الفكره ان مطالعه مش مطالع علويه، هي مم. مطالع منبسطه يعني، على مثلا ممكن تلاقي مطلع 5 6 كيلو وانت ماشي بس. فده كانت بتبقى مشاكل، بالذات ان انا كانت دي تاني رحله ليا، رحله طويله اعملها، فكانت متعبه بالنسبه لي يعني. حلايب برضه نفس الكلام، ما بعد بارانيس لحد الحلايب. مرورا بالشلاتين وبرماد الطريق كان صعب برضه. خصوصا انت كنت طالع في الصيف فالجو. حلايب كانت صعبة جدا. كنت طالع في شهر آخر 6 وأول 7 في العيد الصغير. بس فدول من أصعب الطرق اللي مشيتها صراحة. طب ولو دلوقتي حد مثلا جاي يسألك انا مثلا جديد في مجال السفر وحابب اسافر، وايه الطريق اللي ممكن يعني ابدأ بيه بحيث ان هو مسافة صغيرة وفي نفس الوقت ما يبقاش صعب ك ك كبداية ليه؟ يعني هيبقى مثلا تنصحه بأنهي طريق مثلا؟ والله هو كبداية الفيوم صراحة. الفيوم. يعني هو يعني أحسن كمان من طريق السخنة، لأن هو امم. طريق كله نازل. لو هتبتدي من ميدان الرماية زي ما عملنا كده المرة اه. دي، تبتدي من ميدان الرماية لحد الفيوم. فهو كله منازل، فيه مطلعين ومطالع خفيفة يعني. بس ولو عايز تبتدي بالليل، يفضل تمشي الصبح في الأول، لو انت اول مره تركب عجله او عايز تسافر يعني. 70 كيلو تقريبا او 80 كيلو على حد اقصى يعني. لحد البحيرة او لحد المدينة يعني لحد ما يعتبر. يعني هو يفضل تروح المدينه افضل يعني. انا ما مم. رحتش المدينه قبل كده. هنروحها بكره ان شاء الله. هنشوف المدينة بكرة بإذن الله إن شاء الله. ده لو خرجنا من هنا لأن إحنا المية قربت تخلص، مش فاضل غير تقريبا 4 أزايز. ما تقلقش، ناخد 3 وهحسب لك واحده يعني. واحنا لسه في يعني الدنيا لسه ما ليلتش ولسه المفروض نخش وادي الحيتان، والعجله فيها رفه. فيا مسهل يعني هنشوف الدنيا هتمشي ازاي النهارده وبكره باذن الله. ويعني على بعد بكره نبقى في القاهره. ان شاء الله باذن الله. تمام. شكرا يا عبد الرحمن.